في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. قرار رسمي ومفاجئ من جون إدوارد بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي. اتخذ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك خطوة مفاجئة تجاه لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة أمام الأهلي في قمة الدوري المصري. وبحسب مصدر من داخل النادي فقد أكد جون إدوارد للاعبي الفريق أنه لن يتم توقيع أي عقوبات مالية عليهم بسبب الخسارة. وبحسب المصدر من داخل الزمالك أن جون إدوارد قرر في الوقت نفسه تجميد صرف المستحقات مؤقتا حتى تحقيق هدفي التتويج بالدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية. كما أشار المصدر إلى رصد مكافآت خاصة من ممدوح عباس الرئيس الشرفي للنادي لتحفيز اللاعبين على استعادة الانتصارات بداية من مواجهة سموحة المقبلة والاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الإدارة رفع الروح المعنوية للفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.